أنا كنت أملك 286 جن برئاسة سهسهوبي، وهو رقم 86. ظل في داخل ظل، ما بصورة مجسدة، تشعر عنه في حاجة مع الشخصية معك، ولو عينت كتب الشيء ظل داخل ظل. الملامح بتاعه كالبشر. لا شيخ حامد، أنت من أولياء الله الصالحين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنت بقيت من أولياء الله الصالحين، وبقيت أنت إنسان عندك كرامات إن شاء الله. وأول كرامة في الصباح إن شاء الله تيجي طالع عندك كرامات إن شاء الله، وأنت بقيت من أولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنت الآن عندك سر من أسرار القرآن العظيم، وأنت بتتعامل مع القرآن معاملة أنه القرآن عنده وجهين، وجه ظاهر ووجه باطن. أنت بقيت من أصحاب الباطل. بالكلام ده أرفع رأسك فوق. رفعت رأسي فوق، قال لي شايف شنو؟ قلت له شايف الحروف الأبجدية: أليف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زين سين شين صاد ضاد طاء إلى أن تنفذها. أنت أمر من أوامر الله وتثاب عليه، تثاب على العمل اللي أنت عملته من الجرائم، تثاب عليه. يجي أقول لك على حكاية ساحر اتحكم في 286 جن. ايوه زي ما بقول لك كده، 286 جن، وقابل واحد فيهم عمره 8000 سنة. لو سمعتها هتحس انها فيلم، بس المشكلة هنا ان هي حقيقية 100%. بطلها آدم. بطلها لسه عايش لحد دلوقتي. خليني اقول لك الحكاية من اولها. في قرية صغيرة في السودان كان في واحد صغير اسمه حامد آدم. أهله كانوا بيحلموا إن هو يبقى شيخ، يحفظ قرآن، يبقى ولي من أولياء الله. عادي، قصة زي ملايين القصص. بس المشكلة هنا إن حامد وهو صغير اتعلق بناس صوفية شيوخ كبار، بس كان لسه هنا ما يعرفش الفرق بين الوالي الصالح والساحر اللي بيتعامل مع الجن. الفرق ده ساعات بيكون رفيع جدا في البداية، لحد ما بتكتشف انك دخلت حتة مش هتعرف تخرج منها. وفي يوم حصل اللي غير حياته بالكامل. جاله زعيم من زعماء الجن اسمه سهسهوبي. الجن ده ما جاش يهدده، جاله بهدوء وقال له انا خدامك. فكر فيها كده ثانية، مش حامد اللي راح يطلب الجن، ده الجن اللي جاله لغاية عنده وطلب خدمته. ومن يومها حامد بقى صاحب أعتق وأخطر كائنات الجن اللي بيتكلم عنها المنطقة. بيت رعب باين عليه. يلا نمشي. منطقة 17 سنة يا صاحبي، 17 سنة كاملة حامد عايش في وسط الجن، بيتحكم في 286 جن منهم. مش جن واحد، ده 286 جن. كان تحت ايده جن عظيم يقدر يعمل اي حاجة، يخرب الدنيا. وكان معاه برضه جن بسيط ما يقدرش يعمل اي حاجة. في حكاية حامد نفسه حكاها تخلي جسمك يقشعر. قابل واحد من زعماء الجن وسأله سؤال غريب شوية، وقال له انت شفت ابليس قبل كده؟ الجن رد ببرود وكأنه بيتكلم على حاجة عادية، وقال له شفته، رحت لعرشه في عرض البحار. حامد استغرب وسأله كان عندك كام سنة وقتها؟ الجن قال له 225 سنة. حامد سأله وعمرك دلوقتي قد ايه؟ الجن رد عليه وقال له 8000 سنة. افهم معايا الكلام ده، كائن عايش من قبل ما تتبني حضارات نعرفها أصلا. شاف إبليس بعينه وقعد يتكلم مع إنسان عادي زي أي حد فينا في أوضة عادية. بس حامد ما كانش بس بيتكلم مع الجن، كان بيستخدمهم في حاجات فعلية. وفي قصة واحدة تخوف القلب، جاله شاب حزين جدا وقال له إن حبيبته اتجوزت واحد تاني غني جدا، وقال له إن هي لو ما رجعتلوش هيموت نفسه. حامد هنا علشان يساعده طلب من جن من وسط العشيرة بتاعته إنه يحضر عمل.
الرماد والظلال. أعزم عليك أيها الخادم، خضع الآن لقوتي. إنه يحضر عمل يخلي البنت تحب الشاب ده تاني. وبعد يوم واحد بس حامد شاف منظر هو نفسه اترعب منه. البنت طلعت في الشارع عريانة تماما من مع امها، الاتنين بيجروا زي المجانين بيصرخوا جامد علشان عايزين البنت ترجع للشاب الفقير. فكر فيها كده، ده مش عمل سحر زي ما بنسمع في الافلام، ده تدمير كامل لحياة انسانة وامها كمان معاها. ده ليه؟ علشان رغبة شاب واحد حزين قرر يستخدم طريق غلط. بعد 17 سنة من الضلمة دي جات اللحظة اللي قلبت حياة حامد بالكامل. شيخ صوفي كبير قال له كلام غير فيه. قال له عندي ليك بشارة من ربنا غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. حامد وقتها فهم حاجة مرعبة، كل اللي عمله في حياته من أول يوم كان شرك بالله وخدمة للشيطان بدون ما يحس إن بيخدم حد غير نفسه. قرر إنه يسيب كل حاجة. بس السؤال اللي هيجي في دماغك زي ما جه في دماغي كده بالظبط، هو الجن هيسيبه يخرج كده بسهولة؟ زعيم الجن نفسه اللي قلنا عليه سهسوبي حاول يرجعه، عرض عليه يديله أضعاف القوة اللي كانت عنده. بس حامد كان عارف كل أسرار العالم ده من جوه، وعاش يحصن نفسه بالأذكار وعاش يقاوم انتقام الجن لسنين. دلوقتي حامد آدم موجود لسه، وبقى من أكتر الناس اللي بيساعد ضحايا السحر مجانا، وبيكشف أسرار عالم كان جواه لمدة 17 سنة. وأنا هنا عايز أسألك سؤال وفكر فيه قبل ما تكتب الإجابة في الكومنتات. لو كان عندك كل القوة دي 286 جن تحت أمرك، كنت هتقدر تسيبها بالسهولة دي ولا كانت تتملكك زي ما تملكت غيرك؟ اكتب رأيك تحت وأنا قاعد مستنظر منك كل كومنت.